99% من الروايات بتترفض من دور النشر لأن البداية ضعيفة. عشان كده هديك 3 نصايح تاخد بالك منهم. أولا، حاول لما تيجي تبدأ بمشهد يكون مشوق، في حدث قوي، حتى لو اضطريت انك تلجأ لإعادة الهيكلة. زي مثلا ان انت لو روايتك اكشن، ابدأ بالبطل وهو بيفكك القنبلة. هتقولي طب انا دلوقتي روايتي رومانسية مثلا وعايزة ابدأ الحكاية من الاول خالص، اعمل كده بقى ازاي؟ هقولك، قسم روايتك لمشاهد 1 2 3. بعد كده ابدأ حدد ايه المشاهد اللي ما ينفعش تتشال عشان هي حدث جوهري بيحرك الرواية. فتيجي تقولي مثلا الحدث الثالث حصل فيه ان البطلة كانت بتعترف للشخص اللي هي معجبة بيه بحبها، ولكن هتكتشف ان فلان ده طلع اخو التوأم مش هو. يا دي المصيبة حرفيا. ابدأ بالمشهد ده، حطهولي في الاول، بعد كده كمل من بعدين. الحركة دي اسمها اعادة هيكلة. عزيزي الكاتب، لازم يكون عندك مرونة ان انت تقدر تغير وتبدل في الرواية بتاعتك عشان تظهر بأفضل شكل ممكن. ثانيا، دلوقتي انت روايتك اكيد محدد لها التصنيف بتاعها، صح؟ يعني فانتازيا، رعب، اكشن، whatever it is. عايزاك بقى تحاول قدر المستطاع انت تبين التصنيف ده من خلال اول مشهد في اول فصل. يعني دلوقتي لو انت روايتك فانتازيا، اكيد انت مخترع فيها حاجات غريبة شوية، صح؟ حاجات خارجة عن المألوف، مشروم اطول من البشر، غابة فيها جنيات عملاقة، اقزام صغيرة، ايا كانت هي ايه. حاول ان انت توصف حاجة غريبة تبين اصلا ان الرواية دي فانتازيا في الاول. لو هي حاجة دلوقتي خارقة للطبيعة، قولي ان البطل بتاعي فامباير، قولي ان هو مصاص دماء، او هات مصاص دماء بيمص دماء بشري في بداية الرواية بتاعتك لحد ما صفاه درجة ان الراجل مات. لو هي داخل فيها جزء رعب. الحاجة التالتة، رواية رومانسية، خلي البطل يكون بيتقدم للبنت اللي هو بيحبها قدام الكلية كلها وهي بترفضه، وفي نفس الوقت البطلة كانت بتتفرج على اللي بيحصل وقلبها مكسور عليه. أعتقد باين أوي إن دي حاجة رومانسية. في بقى نقطة مهمة جدا جدا، وهي الفرق ما بين الغموض وعدم الوضوح. ودي واحدة من أكتر الأخطاء اللي أنا كمحررة أدبية بشوفها صراحة. إيه الفرق ما بين الاتنين؟ هبسط لك الموضوع قدر المستطاع. دلوقتي خلينا نتخيل مع بعض مشهد 2 بيتبارزوا وسط ساحة المعركة، ودي بداية الرواية بتاعتك. لو انت جيت قلت لي ان الاتنين اللي بيتبارزوا دول، واحد فيهم جنرال من الشمال، واحد فيهم قائد قوات الجنوب، والاتنين وسط الكلام راح جاي واحد قال للتاني انت ازاي تقدر تعمل فيا كده واحنا كنا زي الاخوات، ازاي تخوني الخيانة دي؟ هنا في غموض، هنا في حاجة حصلت خلت الاتنين يبقوا اعداء، صح؟ طيب امال عدم الوضوح بقى هيكون ايه يعني؟ عدم الوضوح ان انت قمت جاي رميلي 2 وسط ساحة حرب من غير ما تقولي الاتنين دول مين، ولا الحرب دي حصلت ليه، ولا هم اصلا فين، ولا اي حاجة. انت رميت 2 وسط ساحة المعركة وقمت قافل لي المشهد وماشي، وبدأ اصلا المشهد التاني حاجة تانية خالص. هنا احنا دخلنا في مرحلة عدم الوضوح. طيب هل انت ككاتب هتعرف تطلعها لوحدك؟ بنسبة 90% لا، مش هتعرف تجيبها لوحدك. طب ليه؟ لان عزيزي الكاتب، انا وانت ككتاب الموضوع بيكون كامل في دماغنا. يعني احنا فاهمين من الشخصيات دي، فاهمين الماضي بتاعها، فاهمين محرك الاحداث وده حصل ليه، فاحنا في دماغنا الموضوع كامل. ولكن القارئ اول مره يقرا الكلام ده مش فاهم اللي بيحصل. فعشان تلقط الحاجات دي قدامك حل من الاتنين، يا تستعين بمحرر ادبي يساعدك، يا اما ان انت تستعين بقارئ يكون شاطر شويه. لو هو قالك على بعض المشاهد المشهد ده انا مش فاهمه، لا، هنا انت هتضطر ان انت تزود شوية معلومات تانية، او ان انت هتفهم منه كويس قوي هو مش فاهم ايه وتزوده. هتحتاج ان انت تظبط الموضوع شوية. شايف كل الحاجات دي يا عزيزي كاتب؟ دي نبذة بسيطة قوي عن الحاجات اللي انا بساعدك فيها في الرواية كمحررة أدبية. ودلوقتي تقدر ان انت تتواصل معايا من خلال
موقع خمسات، لينك بايو.